مش عايز اكلمكم عن المهارات والسوفت سكيلز كلام انشائي بعيد عن اللي انت بتعمله في الشغل. انا عايز اربط لك الاثنين ببعض واوريك ازاي ان السوفت سكيلز دي هي في صميم شغلك. فخلينا ناخد مثلا المهارات القياديه. في المستوى الاول اتكلمنا ان انت هتكيب يور تيم انفورمد. هتعمل ده ازاي؟ انت لما تيجي تحط لهم الجول بتاعك ده لازم يبقى سمارت، وعشان يبقى سمارت فلازم يجاوب عندك على مجموعه الاسئله اللي هو الوات، الوير، الوين، الهو، الواي، والهاو. الاسئله دي لما انت تيجي تجاوب له عليها انت كده هتخلي الراجل عارف هو رايح يعمل ايه وليه وازاي وخلافه. في المرحله الثانيه احنا بنتكلم ان انت بتوفر لهم احتياجاتهم، فساعتها انت محتاج تعرف اصلا ايه الفروق الفرديه ما بين كل واحد والتاني، فانت محتاج يبقى عندك سكيل ماتريكس للتيم بتاعك. محتاج وانت بتيجي تحط لهم الجول بتاعك تبقى انت برضه مجاوب على سؤال في الهاو هينفذ الشغلانه ازاي، انت مجاوب على ال5 ام الماتيريال هيستعملها، مين اللي هيروح ينفذ الشغلانه هيعملها ازاي، وخلافه من الحاجات اللي هم محتاجين يكونوا محتاجين يعرفوها عشان يشتغلوا، وتتاكد ان الادوات والمهارات دي متوفره عند الراجل اللي رايح ينفذ الشغلانه. في المستوى الثالث انت هتشرك التيم معاك، سواء بقى وانت بتعمل فيش بون ديجرام مثلا، انت بتحلل الاعطال، انت بتشوف انت بتعمل فيمياء، فانت بتجمع فريقك وبتحاول انك تتناقش معاهم وتاخد من خبراتهم وتسالهم وتاخد منهم عشان تقدر انك تطور الاهداف بتاعتك. في المستوى الرابع انت البرزنتيشنز اللي انت بتعملها قصاد المديرين الاكبر منك عشان تعرض فيها انجازات التيم، فانت قادر انك تعرض انجازاتهم اصلا، انت قادر انك تبقى بريزنتابل للتيم بتاعك ويعني وتكون واجهه ليهم. فهنا احنا بنتكلم عن اللي انت هتعمله في الميتنج وانت قدام المديرين. في المستوى الاخير مستوى الانسبيريشن، اللي انت تكون ملهم لفريقك. احنا بنتكلم على مستوى البوليسي، ازاي ان انت هتحدد سياسه العمل في الفريق بتاعك، انت بتقول ايه ينفع وايه ما ينفعش، وازاي الفرق والافراد هيتواصلوا مع بعض عشان يكون التواصل ده فعال ويخلي الفريق يقدر يحقق اهدافه. هي دي القياده. القياده في الحقيقه مش مجرد ان انت بتيجي تقول للناس يلا اقعد نعمل كذا، لا، هي افعال انت هتعملها وادوات هتستعملها عشان تخلي التيم كله بيحارب عشان يوصل في نفس الاتجاه.